عندنا فرح وانتوا لا لا لا. النهارده بقى يا جماعه فرح اختي، وقررت ان انا اعمل ميك اب واطلع احلى منها. طبعا انتوا عارفين انا ما بحبش حد يبقى احلى مني. كمان العريس اللي جاي لها عريس خليجي، عارفين يعني ايه خليجي؟ فانا بقى قررت اعمل ميك اب واطلع احلى منها علشان يعرف ان هي جنبي ولا اي حاجه. اول حاجه كنسلت حواجبي كده بالكونسيلر عشان خاطر هرسم حواجب خلايجه، وحطيت السنان وعقمت العدسه في لساني ولبست العدسه لايقه مع الطقم طبعا. وطبعا ايه بقى، ابتديت ان انا ابلند كده حواجبي. الحواجب دي هتختفي خالص، هنعمل حواجب جديده تماما، انتوا هتتفاجئوا. قلت بقى لازم اعمل حواجب الخلايجه كده وابقى قمر شبه الخلايجه، عشان ما يفكرش ان الخلايجه بس اللي حلوين، لا يا حبيبي احنا كمان مصريين حلوين وامارات كمان. المهم بقى ابتديت ان انا اعمل بلاند كده، وكنسلت الهالات اللي فوق عينيا بكونسيلر ساندرا، واللي كان في حواجبي كان ارت سكين. ابتديت ان انا اجيب الاي شادو، وحطيت اي شادو لبني في بينك زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اعمل درجات الفراشه، عارفين الفراشه جناحها بيبقى فيه بينك، في لبني، في موف كده. فانا هرسم رسمه فراشه فوق عينيا. بصوا بقى هنا جبت الكونسيلر وابتديت ان انا اعمل جناح الفراشه، هعمل زي جناحين كده للفراشه اهو، شايفين؟ عشان انا اصلا فراشه ومش محتاجه ان انا اعمل يعني. جبت بقى الجلو بتاع الجليتر اللي انا هحطه ووزعته كده على الكونسيلر، وكمان جبت جليتر وابتديت ان انا اوزعه زي ما انتوا شايفين. الاخضر لونه لايق مع الفستان، لان الفستان كده منت جرين كده في فضي زي ما انتوا شايفين، معرفش ظاهر لكم ولا لا لونه. وجبت بقى الفرشه دي وخدت من الاي شادو الاسود كده، بقيت ابلها واعمل اظهر الجناح بتاع الفراشه اللي انا رسماه. تمام، ركزوا كده يا جماعه، ركزوا في الرسمه كويس قوي. الرسمه بصوا الميك اب هيطلع روعه، احلى من اختي 100 مره. انا عايزه اقول لكم ان بجد 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 كل اللي شاف الميك اب انبهر، قال لي ايه ده انت ازاي احلى من اختك كده. واختي طبعا زعلت جدا ان انا عملت ميك اب احسن منها، بس انا يا جماعه انتوا عارفين انا ماليش دعوه بقى، اختي مش اختي، انا لازم اعمل ميك اب واطلع احلى منها. لو لسه بتتفرجي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي بتتابعيني منين وايه رايك في الميك اب. ابتديت ان انا انضف بشرتي كويس قوي مكان الجليتر اللي هو عملته فوق عينيا ده، علشان خاطر اعرف احط الفاونديشن والكونسيلر كده ويبقى وشي نظيف. هستخدم كونسيلر شيجلام كفاونديشن وكونسيلر وكل حاجه، مش هحط اي فاونديشن، هحط الكونسيلر بس. هوريكم يا جماعه التغطيه بتاعته عامله ازاي وازاي هو روعه كده. بصوا شايفين، هستخدمه على وشي كله زي ما انتوا شايفين كده. التغطيه بتاعته رهيبه، كاني حاطه فاونديشن ثابت جدا، مسحش معايا خالص طول اليوم. بجد روعه روعه روعه. الميك اب كله مسحش معايا لان انا مرطبه كويس طبعا، وعامله بلاند للمكياج كويس. المهم بقى جبت الكونتور كده، كنترت وشي ورفعته، ما انا عايزه ابقى شبه الخلايجه بقى، وشديت وشي كده على ورا وظهرت طابع الحسن. وابتديت ان انا بقى اعمل بلاند كده للكونتور وكونتور الانف وكونتور القوره. حطيت كمان بلاشر عشان كده وشي يبقى بيلمع كده ومحمر كده، بصوا وخدودي كده تبقى حلوه. ابتديت ان انا كمان اثبت بقى بالباودر، مش لوس باودر، جبت باودر كده وثبت بيها باودر فاتحه، فتحت بيها الاماكن، يعني ثبت الاماكن الفاتحه بباودر فاتحه اهو. بصوا هثبت كل وشي بالباودر الفاتحه الاماكن اللي انا عايزه انورها. هنا كنت بضحك لان انا كنت في استوديو بقى بصور وكده، وكان اصحابي قاعدين وبيقولوا لي انت ازاي احلى من اختك كده يا بنتي، ممكن العريس يسيبها. وانا بقى بضحك وكده على كلامهم، يعني اللي هو انا فعلا عاوزاه يسيبها، هي ليه اختي تتجوز اصلا واحد خليجي يعني. المهم بقى ايه، عملت الايلاينر، رسمه الايلاينر بقيت الفراشه بقى اللي هو ايه، عارفين انتوا جسم الفراشه من تحت اللي هو الديل ده البوز، فانا عملت بقى البوز بتاع الفراشه اللي هو ظهرها من الاخر، ومن قدام كده هرسم المدمع اللي هو بقى ايه، عين اللي هو العين بتاعه الفراشه اللي هو البق ده البوز برضو، فاهمين؟ كأن فراشتين كده طايرين في وش بعض، يعني باصين لبعض اهو. ركزوا كده هتلاقوا الفراشتين مظبوطين جدا. احط جوه عيني كحل ابيض عشان اوسع عيني، وهحط اي شادو اخضر عشان يبقى شبه اللون اللي فوق، وهكسره من الاخر باي شادو اسود. مش هحط اسود في عينيا ولا جوه عينيا ولا اي حاجه خالص، عشان اظهر بس رسمه العين اهو كده اهو كده. الاي شادو انا حاسه انه كده بصوا
10 على 10 100 من 10. وصلتوا لحد هنا اكتبوا لي بتتابعوني منين، بحبكم قوي قوي قوي، وقولوا لي ايه رايكم في الميك اب بتاعي، تدوله كام من 10، وايه رايكم في رسمه العين كانت موفقه ولا غير موفقه. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا تعملوا لايك بقى الهايلايتر ولمعت وشي كده لان انا بحب قوي المع وشي، وجبت الروج الاحمر وحطيت، لان طبعا اللوك ده عايز روج احمر، وانا اصلا هحط روج احمر لان انا بحب الروج الاحمر مع اللوكات اللي هي بتبقى فانتازيا كده زي ما انتوا شايفين. تمام، حطيت بقى الروج الاحمر كده. انا عايزه اقول لكم ان اختي بصت عليا هنا واتصدمت، وانا كنت شايفاها في المرايه بس كنت عامله نفسي مش شايفاها. هي فاكره ان انا مش هعرف اطلع حلوه يعني، وان هي رايحه بقى الميك اب ارتست هتخليها احلى مني. على مين؟ لا يا حبيبتي، ده انا احلى منك انت وعيلتك كلها. المهم بقى ايه، هنا بقى كنت بزغرط كده ومبسوطه قوي باللوك. قولوا لي ايه رايكم لو بتتابعوني وصلتوا لحد هنا، اكتبوا لي بتتابعوني منين، بحبكم قوي قوي قوي. ودي صوره اللوك في الاخر، قولوا لي طلعت شبه الخلايجه ولا لا، وعجبكم اللوك وتدوا له كام من 10. باي باي.